ال AI أو الذكاء الاصطناعي داخل في جوانب كتير جدا من حياتنا، ودلوقتي هو موضوع جديد من منهج CCNA 200-301 version 1.1 الجديد. ال AI ببساطة هو ازاي تخلي آلة تحاكي التصرف البشري. في الشبكات عايزين نوظف ال AI بحيث يبقى ليه دور في التصميم والتنفيذ والمتابعة علشان نحصل على أفضل نتيجة في أسرع وقت بأقل تكلفة. ال AI بيتضمن الماشين ليرنينج، وهو تدريب للموديل بإدخال بيانات ليه عشان يقدر يحللها ويبني عليها بعد كده توقعات جديدة أو حتى يجنريت موديل جديد خالص. يتضمن الماشين ليرنينج 3 أنواع من الليرنينج: السوبرفايزد والانسوبرفايزد والديب ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج إنك بتدخل داتا ليبلد أصلا، ومنها الموديل يقدر يطلع تصنيفات جديدة من التصنيفات اللي انت أصلا مدخلها. يعني مثلا انك تدخله مجموعة من الأصوات معرفة أصلا، وبناء عليها هو يبتدي يصنفها من جديد علشان يقدر يطلع بيها موديلز جديدة، أو إن هو يطلع لك موديلز مبنية على الموديل الأصلي اللي انت مدخله. ال unsupervised learning إنك بتدخل الداتا raw data، يعني أصلا مش labeled، والموديل بيبتدي يصنفها براحته. أما ال deep learning فهو مزج بين النوعين اللي فاتوا، وبيعتمد في شغله على ال artificial neural networks، وده بيبقى محاكي للعقل البشري وبيسمى بال semi supervised learning. ال artificial neural networks هي ببساطة مجموعة من الدوال المعقدة اللي بتحاكي العقل البشري. أبسطها حاليا هي السيجمويد فانكشن مثلا، وفيها بيتم إدخال بيانات مختلفة للموديل أو للفانكشن وبأهميات مختلفة، والموديل بيبتدي يفاضل ويقارن بين الفاليوز اللي دخلت له لحد ما يوصل لأقرب وأفضل قيمة بالنسبة للداتا اللي دخلت له قبل كده أو التوقعات اللي هو مستنيها من قبل كده. يعني مثلا أنا عايز الموديل يتعرف على صورة الإنسان لما يشوفها، فببتدي أدخله مجموعة من البيكسلز والصور علشان يبتدي يحللها، بيخزنها ويصنفها ويتعرف عليها وبيدخلها للموديل من جديد بناء على المعرفة اللي هو خدها في المرة الأولانية، ويبتدي يطلع خارج جديد، والخارج الجديد يدخله للموديل تاني، بس المرة دي هو عنده معلومات سابقة هو اللي مطلعها شخصيا. يعني انت دخلت له مجموعة من صور الإنسان أو بيكسلز فيها أجزاء من جسم الإنسان، وبعدين هو بيبتدي يحللها ويطلع نتائج، بياخد النتائج اللي هو شخصيا طلعها ويدخلها للموديل تاني ويطلع منها نتائج جديدة ويدخلها للموديل تاني لحد ما يوصل لأقرب وأحسن نتيجة تمثل بالنسبة له هو صورة الإنسان. ده بيسمى الباكورد بروباجيشن. وبكده مثلا هو هيشوف الإنسان في أي صورة هيبتدي يتعرف عليه ويقولك إن ده صورة إنسان بيعمل كذا، ويقدر كمان يجنريت صورة إنسان من المعلومات اللي عنده أصلا عن هو الإنسان ده شكله إيه بالظبط. هنا بنوصل إننا نعرف إن في نوعين من ال AI، في ال Predictive AI وال Generative AI. ال Predictive إن هو بيبتدي يطلع نتيجة بناء على مجموعة كبيرة من الداتا دخلت له قبل كده، يعني بيتنبأ بالنتيجة بناء على معطيات سابقة زي حالة الجو مثلا. أما ال Generative فإنه يطلع خارج جديد خالص، نتيجة جديدة خالص، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده بس هو برضو بنيها على أساس الداتا اللي دخلت له قبل كده. في الشبكات مثلا لو خدنا ال Predictive AI فأنا هدخله مجموعة من الهيستوريكال داتا الخاصة بالمونيتورينج بتاع الشبكة، أنا تابعت الشبكة وطلعت نتائج، هدخله النتائج دي وبناء عليه هو ممكن يقول لي حالة الكونجستشن والديلي والشغل بتاع الشبكة بتاعتي لمدة أسبوعين قدام. أما بالنسبة للجنريتيف AI فأنا ممكن أطلب منه ديزاين لشبكة وأنا محتاجة يكون ليها كرايتيريا 1 و2 و3 و4، وهو يبتدي يطلع لي توبولوجي ما كانتش موجودة قبل كده أصلا بناء على المعطيات اللي أنا دخلتها له وطلبتها منه. سيسكو بقى إزاي استفادت من موضوع ال AI ده؟ مثلا السيسكو كاتاليست سنتر، وده اللي كان زمان ال DNA سنتر، وده بيستخدم ال AI انه يحلل البيانات ويبتدي يديلك مونيتورينج ويديلك حلول للمشاكل بتاعة الشبكة من قبل ما تحصل اصلا. كمان السيسكو نكسس داشبورد والسيسكو ميراكي اللي بيتابع لك الثريتس او التهديدات اللي على الشبكة بتاعتك in real time، يعني اول باول. والسيسكو اب داينامكس، وده بيعمل بيزلاين انفورميشن بناء على اليوم او السنة اللي انت فيها.
والسيسكو Thousand Eyes اللي برضو بيستخدم في تحليل الشبكات، والسيسكو Secure Network Analytics واللي زمان كان اسمه السيسكو Stealth Watch. الحاجات دي تقدروا تعرفوا عنها أكتر من الويب سايت بتاع سيسكو وشغل كل حاجة فيهم، بس الفايدة الأساسية من الحاجات دي كلها هي إنها بتساعدك في الديزاين، في الكونفيجريشن، في الترابل شوتينج، في الاناليسيس بتاع النتورك، في الثريد ديتكشن، في اكتشاف المشاكل بتاعة الشبكة أول بأول، اللي هي الحاجات اللي كان بيقوم بيها الأشخاص بشكل ما ويكون الشكل ده فيه شيء من البطء ومجموعة من الأخطاء. ال AI المفروض إن هو بيساعدك إنك ما يحصلش الأخطاء دي أو ما تحصلش المشاكل دي في الشبكة، ويبقى عندك النتائج بتاعتك في أسرع وقت وطبعا بأقل تكلفة، لأنك بتقلل عدد الأشخاص اللي كانوا شغالين. هل ال AI تهديد لشغل البشر الحالي؟ لا طبعا، طول ما انت بتطور نفسك وبتحسن من معلوماتك ال AI دايما هيكون تول تساعدك في شغلك، مش هيكون بديل ليك. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تعمل لايك وشير كتير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، ولو حابب انك تشارك في كورسز ال CCNA وال CCNP اللي هتبدأ في الفترة الجاية ابعتولي مسجز على الواتساب او على الصفحة بتاعة الفيسبوك. شكرا ليكم.